لو شفتني بالصدفة بتكلم انجلش وفي قلب الكلام لقيتني بقول thank you I got a lot of water، او حتى بالصدفة شفت فيديو ليا وانا بتكلم with the American accent بالطريقة دي. daughter, daughter. What? Try this. Water, water. No. Bottle, bottle. Oh my god. Okay, never mind. Let's try something different. A full sentence now. She bought her daughter a bottle of water. She bought her daughter a bottle of water. Again. She bought her daughter a bottle of water. She bought her daughter a bottle of water. No. That sounds like a totally different language. Yeah. I created a new language, dude. ابسط مبرر هتديه لنفسك لو انت بقالك فتره بتحاول انك تتعلم انجليزي بس بتكسل، هتقول اكيد البنت دي يا اما خريجه الاي سي يا اما هي كانت في مدرسه انترناشونال او بالميت خالص كانت في مدرسه لغات. بس انا حابه ان انا ارد عليك واقول لك هو انا مش خريجه الاي سي ولا عمري كنت في مدرسه انترناشونال، كنت مدرسه حكوميه عاديه جدا، والانجليش اللي انا وصلت له هو عباره عن انجليش من مجهودي الذاتي ومذاكره في البيت وبس، مصادر من البيت، مذاكره من البيت، تدريبات من البيت. وعلى فكره ما كانوش كورسز، ما كنتش باخد كورسات، كله عباره عن مذاكره بالاعتماد على الذات. فتعالى اقول لك انا عملت ايه بالظبط عشان اوصل لمستوى كويس في الانجليش وايه البلان اللي انا كنت ماشيه عليها. بس ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب للشانل لو انت اول مره تشوفني، ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو لان ده بيشجعني ان انا اعمل لكم فيديوز اكتر، لاني بحس ان انتم مهتمين بالنوع ده. لو انت مشترك بس مش بيوصلك الفيديوهات بتاعتي فاسمع كلامي ما تستغربش، الغي السبسكرايب، شيلها خالص، بعد كده اعمل سبسكرايب تاني وفعل الجرس. دي الطريقه الوحيده اللي الالجوريثم بتاع اليوتيوب بيتنبه ان انت مهتم بالمحتوى، ان انت عامل سبسكرايب لمئات ان ما كانش الاف من القنوات، فهو هيجيب لك ايه ولا ايه ولا ايه. فانت لما بتعمل كده هو بيفهم ان انت مهتم بالمحتوى ده بالذات، فبيبعت لك كل صغيره وكبيره انا بنزلها. فالغي السبسكرايب، اعمل سبسكرايب تاني وفعل الجرس، هيوصلك كل جديد. بس اوعى تلغي السبسكرايب وتنساني، اللي مش متابعني فايته كتير. هتشوف. بص يا باشا، عشان تتعلم انجليزي من غير ما تدفع ولا مليم ومن غير ما تطلع حتى من اوضتك، من باب اوضتك، لازم تبقى عارف ان في بلان معينه انت بتبقى ماشي عليه. وعلى فكره هي ابسط من البساطه. سوري بس هتلاقوني ماسكه الايباد بقرا منه بعض النقط علشان ما انساش حاجه، لان انا مسجله كل حاجه هقولها لك بالورقه والقلم. البلان اللي انا مشيت عليها او الخطه الدراسيه اللي انا مشيت عليها علشان احقق احسن نتائج في تعلم اللغه الانجليزيه وفي اقل وقت. وهنا انا مش بقول لك تتعلم انجليزي ان انت بس تتعلم انجليزي وتتكلم انجليزي وخلاص، لا، انت تتعلم انجليزي وكمان تتعلم تتكلم باكسنت كويس، سواء بالامريكان اكسنت او حتى بالبريتش اكسنت. اول خطوه مطلوب منك ان انت تعملها ان انت هتسال نفسك هو انا عايزه اتعلم انجليزي ليه؟ لا استنى، ده مش سؤال كليشيه على فكره. هو انت بتسال نفسك السؤال ده علشان على اساس الاجابه انت هتحدد الخطوات اللي انت هتمشيها. بمعنى لو انا عايزه اتعلم انجليزي عشان اطور مهاراتي الشخصيه، فانا هركز على vocabs expressions و definitions هتساعد ان انا اتكلم انجليزي في الحياه العاميه عادي. انما لو انا عايزه اتعلم انجليزي للحياه المهنيه فاكيد هركز على vocabs و definitions مختلفه تفيدني في الشغل. فشوف انت عايز تتعلم انجليزي علشان ايه بالظبط، وبناء عليه هناخد ستيب نمبر 2. ستيب رقم 2، تعالى اقول لك على اول مصدر مجاني 100% وهيساعدك جدا ان انت تحدد الليفل اللي انت واقف فيه في الانجليش. ويب سايت اسمه انجلش سنترال، ده هو عباره عن ويب سايت. موقع انجلش سنترال من اكتر الويب سايتس الاحترافيه، حرفيا الاحترافيه، اللي بتاخدك from A to Z، اللي هو بياخدك من الصفر خالص متعرفش اي حاجه خالص، يوصلك لليفل محترم جدا في الانجليزي. بلس ان هو بيفتح لك اصلا اكتر من ليفل ببلاش 100% زي ما انت ما شايف، وفي بلان بتمشي عليها بيتابعك فيها. شايفاه من اكفأ المواقع اللي انا هقدمها لك النهارده، وده رايي الشخصي. وهتلاقي فيديوز كتير جدا على يوتيوب بتشرح طريقه التعامل مع الويب سايت ده. تاني ويب سايت ده بقى حكايه، ديولينجو. ده هيناسبك قوي لو انت بتحب السمبلسيتي، بتحب البساطه. ويب سايت لذيذ جدا، بتختار فيه المادر تانج بتاعتك العربي، اختار ان انت هتتكلم انجليزي او عايز تتعلم انجليزي، وابتدي ان هو يتابعك بقى واحده واحده زي ما انتم شايفين كده، انيميشن تفتح نفسك اصلا. بيقولك هو انت
بادئ من الصفر ولا انت عندك فكرة عن اللغة. لو انت بادئ من الصفر بتعرفهم، لو انت عايز تقيم مستواك بيبتدي ان هو يسألك شوية اسئلة علشان يقيم الليفل بتاعك، ويبتدي ان هو يباشر معاك بقى من الليفل اللي انت واقف عنده. فالموقع مجاني ما ينفعش تفوته. انجلش كلوب ده بقى هتلاقي فيه كل حاجة تسابورت الانجليش عندك، دروس للمبتدئين وبعد كده المرحلة المتوسطة، وكمان هتلاقي المرحلة المتقدمة واكسرسايزز للريدنج والرايدنج وكمان الكونفرسيشنز. غير ان هو بيسابورت فئتين من الناس، الكاتيجوري اللي هي بتليرن انجلش بتتعلم انجليزي، والكاتيجوري التانية اللي هي بتيتش انجلش اللي هم بيدرسوا انجليزي. فبصراحة موقع ما يتسابش لا من الانستراكتورز ولا حتى من الستودنتس. طبعا انا هسيب لكم كل المواقع دي في الديسكربشن بوكس تحت الفيديو، اي حاجه اتكلمت عنها هحطها لكم، وكمان هحاول انا اجيب لكم مواقع تانية بعد الفيديو ده، وهحط لكم كل المواقع دي وانتوا بقى بتشاك وتشوفوا الحاجه اللي بتناسبكم وتتعاملوا معاها. طبعا انت ممكن تبقى بتشوف الفيديو ده دلوقتي عشان انت انترستد ان انت تعلم ابنك الانجليش، فانا ما حبيتش ان انا اعمل سكيب للاطفال اللي عايزين يتعلموا انجليزي او اولياء الامور اللي عايزين يعلموا اولادهم انجليزي. ده بقى موقع بيتقال عليه شغل فاخر من الاخر، حاجه مصروف عليها، لان هو بكل بساطه الموقع ده مجانا مقدم من ذا بريتش كونسل، المركز الثقافي البريطاني، اللي هو انت بتاخد العلم من اهل العلم نفسهم. طبعا زي ما في ويب سايت للاطفال، في كمان ويب سايت للتينيجرز المراهقين او البالغين زي ما بنقول، يقدروا ان هم ياخدوا intensive courses. الكورسات بتاعتها بتبقى مكثفة شوية وبتبقى تقيلة وبتتناسب يعني مع السن بتاعهم واستيعابهم. ودي مواقع ما ينفعش ما تكونش عارفها، هتعلمك انجليزي من الصفر حتى الاحتراف مجانا وانت قاعد في بيتك. زي BBC Learning English دي هتلاقي فيه كولكشن من الماتيريال اللي بتعلمك انجليزي بما فيهم بقى الدروس المباشرة او المقاطع الصوتية او الفيديوز او الاكسرسايزز او حتى الجيمز اللي هتعلمك انجليزي وانت بتستمتع. في كمان بقى ESL Library، ودي حرفيا مكتبة بتلاقي عليها كل حاجة بتسبورت ان انت تتعلم انجليش، سواء بقى دروس، مقالات، العاب، تمارين مصممة بس مخصوص علشان انت تتعلم انجليزي. طبعا هتلاقي عليها ماتيريال مجانية كتير جدا، وكمان ممكن تشترك اشتراك مدفوع عشان توصل يبقى عندك اكسس لماتيريال اكتر. انجلش بيج ده كمان ويب سايت بيوفر لك دروس مجانية. احلى حاجة فيه ان انت هتلاقيه بيفوكس على الجرامر والفوكابس، يعني لو انت عندك مشكلة في قواعد اللغة الانجليزية والفوكابلري او الكلمات ادخل على انجلش بيج، وكمان هتلاقيه بيوفر لك امتحانات عشان تقيم مستواك وتحدد المجال اللي انت محتاجه عشان to improve your English. وفي كمان ويب سايت اسمه Up and Learn، ده بقى بتلاقي عليه مجموعة متنوعة من التوبكس او المواضيع اللي بتسبورت برضو عندك اللي انت تتعلم انجليزي. بصوا انا بوفر لكم اكتر من حاجة، اكتر من ويب سايت انتوا بتخشوا تشوفوهم كلهم وتشوفوا اكتر ويب سايت انتوا مرتاحين معاه وتعاملوا بيه. واخر ويب سايت هختم بيه علشان خاطر الجرامر الانجليزي ممكن يكون بيلخبط شوية، فهو في ويب سايت متخصص بس للجرامر الانجليزي، هو English Grammar. المصادر اللي انا اعتمدت عليها علشان احسن من الانجليزي بتاعي، وانت اكتر واحد تعرف تختار الويب سايت المناسب ليك، لان انت ادرى واحد بالطريقه اللي بتستوعب بيها وطريقه التعليم المريحه والمناسبه بالنسبه لك. هو كل ويب سايت ليه طريقه تعليم مختلفه عن التانية، اعمل تشيك وشوف اكتر حاجه مناسباك وتعامل معاها. طيب احنا كده يعتبر خلصنا 50% بالظبط من البلان المفروض ان احنا نمشي عليه عشان نتعلم انجليش كويس. ال50% التاني بقى واقع تحت بند قاعدة أهم من الشغل تظبيط الشغل، بمعنى أنا عندي مادة علمية كويسة جدا وأنا عندي ويب سايتس كويسة جدا تساعدني فعلا إن أنا أتعلم إنجليزي كويس. إيه البلان اللي همشي عليها علشان أعرف أحكم على نفسي إن أنا مزهقش، محسش بملل في قلب التعلم، حاسس ان انا مش عايزه اكمل، حاسس ان انا مستوايا دايما واقف؟ كل دي مشاكل بتواجه اي حد بيتعلم لغات عموما مش انجليزي، يعني انت لو حاسس بكده فانت طبيعي، يعني ده بيحصل لاي حد. نعمل ايه بقى علشان نمشي على بلان نبقى محددين فيها منين بيودي على فين؟ تالت ستيب عندي المفروض ان انا اعملها اني بخصص وقت يوميا اتعلم فيه اللغه. امارس اللغه عن طريق 4 حاجات في اي لغه مش بس الانجليزي. بتكلم مع نيتيف سبيكرز، وانا كان اسهل حاجه بعملها عشان اتكلم مع نيتيف سبيكرز ان انا بدخل على الجروبس اللي هي زي او البيجز اللي هي زي المشهوره عندنا كده، عندهم هم بيجز برضو في امريكا او في انجلند او في بريطانيا او اي مكان برضو فيها ناس اجانب،
فبدخل اشوفهم بيعملوا كوميكس ازاي، بيهزروا ازاي، بيقلشوا ازاي، اتكلم معاهم، ارد عليهم. دي طريقه كويسه جدا ان انا بستغل السوشيال ميديا او بالتحديد الفيسبوك علشان خاطر اتعلم to practice English، علشان خاطر امارس الانجليزي. تاني حاجة الكتب، انزل سور الأزبكية هتلاقي كتب كتير جدا جدا تعليمية بالإنجليزي بس بأسعار رخيصة جدا، أو حتى تعرف تعمل من النت داونلود لروايات أو كتب تعلمك إنجليزي وانت بتقرأ. يا عم اتفرج على أفلام أجنبية عادي جدا، وحاول ان انت تعملش فوكس على الترجمة كأنك مش شايفها، يعني حاول ان انت تنزل أفلام على اللاب عندك، وحاول ان انت تفهم من خلال ان انت تسمع بس. لو وقف معاك حاجه اقعد ترجمها ان شاء الله لو على جوجل. شوف الافلام اللي هي نازله بالسبتايتل. لو انت بتتفرج على مواقع زي امازون او على نتفليكس، ولو اني ما برجحش نتفليكس ده قوي، بس هو عندك مثلا امازون هتلاقي ان هم عندهم اوبشن ان انت تتفرج على الفيلم بالسبتايتل بتاعه، بحيث ان انت لو عايز تستخرج كلمه تترجمها تفهمها تمام. حتى لو انت هتسمع الفيلم مش مره 2 3 4 5، كل مره هتفهمه اكتر، فاهميني؟ فانت الافلام بتساعدك جدا ان انت يبقى عندك اكسنت كويس، وان انت تعتمد ان انت تعلي مهاره الاكتيف ليسننج عندك، بحيث ان انت او الاسكولتاتيفو زي ما احنا بنقول عليه بالايطالي، بحيث ان انت تبقى فاهم الكلام من غير ما تدور على الترجمه، ودي حاجه هتفرق معاك جدا. ممكن تستعين كمان بالموبايل ابلكيشن، هتساعدك جدا ان انت تطور من الانجليش بتاعك، زي ديولينجو ابلكيشن. احنا كنا لسه شايفين ويب سايت هو نازل منه كمان موبايل ابلكيشن، تقدر ان انت تحمله من على جوجل بلاي او من على الاب ستور. هالو توك ده كمان موبايل ابلكيشن بيخليك تدردش مع الاجانب، يعني انت كمان بتسمع النطق، بتبراكتس اللغه، بتمارسها، وفي نفس الوقت بتقدر انت تبعت لهم مسجات او فويس نوتس، ايا كانت الطريقه اللي بتتواصل بيها معاهم. فهو بصراحه حلو جدا. فوكسي ابلكيشن حلو قوي، هتلاقي عليه محتوى تعليمي تقيل ودروس في النطق والاستماع والممارسه والكتابه والجرامر، يعني من الاخر كده ابلكيشن نقطه. Elsa Speak ده ابلكيشن ما ينفعش ما تبقاش عارفه، هو بيستخدم ال AI او الذكاء الاصطناعي علشان يساعدك ان انت تحسن النطق بتاعك، وكمان يديك ملاحظات علشان تصلح من الاخطاء اللي عندك. الاخير ده بقى بابل، ده بيهم كلهم، لان هو بيوفر لك تقريبا كل حاجه، دروس في كل حاجه، vocabs, grammar, conversation، بيمبروف جدا your practical language skills، يعني بيلعب على حته ان هو يطور عندك المهارات بتاعه الممارسه في اللغه. من احسن ان انت تدور على شريك او حد عنده نفس الاهتمامات بتاعتك، بحيث ان هو يبراكتس معاك اللغه، ان هو انت تتكلموا مع بعض، صديقك، قريبك، حد من زمايلك في الجامعه، ناس معاك في الستودنت اكتيفيتيز، او زمايلك في الشغل عندهم نفس الاهتمامات، هيشجعوك جدا ان هم يمارسوا معاك اللغه، بحيث انت ما تبقاش بتكلم نفسك. يعني لو ما فيش خلاص كلم نفسك بقى. انا كنت بكلم نفسي بصراحه، لان انا ما كانش حواليا ناس مهتمه قوي بان هم يتعلموا لغات، كانوا دايما بيقعدوا يتريقوا عليا، فكنت بطنشهم وبتكلم مع نفسي عادي جدا جدا. اخر حاجه دور على مصدر مجاني كويس جدا يقدر ان هو يفيدك ويعلمك انجليش كويس. هسيب لكم دي قنوات يوتيوب، دي يوتيوب تشانلز لناس عرب بيعلموا انجليزي وشطار جدا، ودي يوتيوب تشانلز لناس اجانب بيعلموا انجليزي وبرضه شطار جدا. تقدروا تختاروا اي حاجه من الاثنين. اخر حاجه هختم لك بيها الفيديو، اعرف ان انت في نص المشوار انت لازم تزهق، في نص المشوار انت لازم تحس ان انت مش قادر تكمل، او ان انت مش واصل للمستوى اللي نفسك فيه، او في ناس حواليك بيبذلوا مجهود اقل وبيوصلوا لمجهود لمستوى اعلى. كل ده انت وارد ان انت تحس بيه في اللغه، ده اسمه انتكاسه لغويه. احنا كلينجويستي او كاكسبرتس في اللغه عموما بصفتي مترجمه بنقول عليه انتكاسه لغويه، فطبيعي جدا ان هو يحصل لك. فاعمل حسابك ان كلنا زهقنا، بس الفرق بينك انت وبين حد وصل لمستوى اعلى ان هو زهق وكمل، انت زهقت ووقفت. حاجه تانية، حاول دايما ان انت تكافئ نفسك، اعرف انت كنت في المستوى فين ووصلت للمستوى فين، فقدر نفسك وبلاش جلد الذات، بلاش تقلل من مجهودك، لان التقليل من المجهود ده هو اكتر حاجه ما بتوصلكش لاي حاجه انت نفسك فيها. خليك عارف قيمه نفسك وقيمه المجهود، وما دام انت بذلت مجهود فربنا هيحاسبك على السعي مش على النتيجه. اخر حاجه بقى، لو حابين ان انا اعمل لكم فيديو زي ده بالظبط بس بالايطالي، خصوصا ان الايطالي مجالي فهفيدكم اكتر بكتير، شجعوني وخلوا الفيديو ده يوصل ل 300 لايك على اليوتيوب شانل بتاعتي. هتشجع جدا ان انا اعمل لكم فيديو تاني خاص بالايطالي. تمام كده،
وعايزه اقول لكم كمان ما تنسوش انتوا تحطوا لايك للفيديو لو عجبكم المحتوى بتاعي. اكتبوا لي في الكومنتس لو حابين ان اعمل لكم على لغات تانية زي الايطالي نفس الفيديو ده مصادر تفيدكم وكده، وشيروه مع اي حد مهتم ان هو يتعلم لغه في البيت. يا جماعه انا عايزه اقول لكم حاجه بامانه، انا بصور والنور قاطع ومفيش مروحه وهموت من الحر حرفيا، انا ساحت. وان انت تقدر مجهودي ليك بلايك هيرفع الفيديو فعلا ويوصله لناس كتير محتاجاه، ممكن تدعي لك وتدعي لي. اشوفك في فيديو جديد، تشاو، يلا بروسيما.